السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اليوم إن شاء الله غادي ندير الكيكة. غنديرها في القلاية الهوائية وغنديرها بواحد الكريمة ديال الليمون مندرين كتجي زوينة. وكانت واحدة وغندير معكم ضناب حتى هو غنديرو في القلاية الهوائية حتى هو تيجي زوين. كانت واحد الأخت قالت لي راه القلاية الهوائية عندها العافية من الفوق، راه ما يمكنش طيب الكيك. لا اختي كطيب الكيك وكطيبو زوين، وانا غنشاركو معاك وغتشوف فيه. عندي هنايا 3 البيضات، هانتوما عندي هنا 3 البيضات وكطيب الصراحه وكتنفع وكطيب بسرعه. عندي هنايا عندي 10 المعالق ديال السكر. انا نقصت ما درتش 10 كلهم، باش الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. درت 7. وعندي هنا فانيليا صافي، وكنخلط هكا الفانيليا والسكر والبيض. انا خدمت غير بهذا الضراب هذا، ما جبتش الخلاط. صافي كنخلط كل شيء هكا، كندير 10 المعالق الزيت هكا، كنعبرهم 10 بهاد المعلقه هادي. صافي كنضرب بحال هكا. صافي كندير الحليب، كندير 10 المعالق ديال الحليب، 10 هكا. كندير هكا 10. اللي بغى يديرها ليمون يقدر في بلاصه الحليب يدير الليمون. صافي انا غندير هذه القشره ديال الحامض، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين مع الفاني، كتجي زوينه. وعندي قريصه الملح. صافي وكنخلط كل شيء بطريقه، وكندير الدقيق حتى هو غادي ندير 10. وكيبقى على حسب الخليط، كاين شي مرات ما كتقدكش 10 كتزيدي معلقه اخرى، ولكن انا درت هنا 10 المعالق ديال الدقيق. كتجي الكيكه خفيفه وكتجي زوينه. صافي كنخلط هكا كلشي، كنزيد دقيق دفعات، وكندير 3 الخمارات. هاد الكيكه كنصورها دابا بالليل، كنصورها بالليل ماشي بنهار. وكندير الخل. السر ديال الكيكه هو الخل، كيجيبها خفيفه وكيخليها تجي زوينه. انا درت 2 معالق كبار، ما تخافوش منه، كيجيب الكيكه زوينه. صافي كنخلط هكا داكشي كلشي بحال هكا بهاد الطريقه. صافي ولا بقى خاصني الدقيق كنزيدو. صافي كنجربها بالمعلقه هكا. صافي ها الخليط ديالنا وجاد. عندي المول هنا دهناه بالزبده والدقيق، هذا هو المول اللي كيدخل ليا في القلايه الهوائيه، كيدخل ليا هذا المول، هذا هو اللي درتها فيه. صافي دابا كندوزو باش نديرو الكيك ديالنا في القلايه. وهذا صافي كنحطوه وكنديرو عندنا البروغرام ديالها، كاين الكيك مصورين لك الكيك، هي كتعطيك الوقت بوحدها. صافي كديري الكيك. صافي هي من بعد ما طابت، شوفوا تبارك الله كيفاش جات محمره، جات تبارك الله طابت، جات زوينه. هي كتعطيك الوقت. صافي كتخدميها وديري الكيك وكتخليها حتى تطيب، ما تحرق ما حتى شي حاجه. صافي ديري ليها الوقت ديالها اللي كطيب فيه.
صافي هي هادي مع سخونه غادي ندوز نحيدها هكا، نخليها تبرد شويه وغادي نقلبها وغتشوفوها. مع الاخت اللي قالت لي ما كطيب على العافيه كي نعمل الفوق، طيبه اختي من التحت ومن الداخل. دابا غندوز ندير هاد الكريمه بالمندارين، كتجي زوينه. عندي هنايا 3 المعالق غندير ديال السكر، وغادي ندير قشره الحامض، وغندير 4 المعالق ديال الكريم باتيسير، وغندير هاد الحامض، هذا القشره ديال الحامض كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. وعندي هنا الليمون المندارين عصره ها هو. صافي كنخلط هادشي كلشي وكنديه فوق البوطه. دابا من المندارين موجود، صافي كندوز. ها هي الكيك ديالنا من الداخل ديالها، شوف كي دايره من التحت ديالها محمره. الكريمه درتها هنا كطيب. ها هي الكيك ديالنا، شفتوها تبارك الله كيفاش كتجي، وكتجي خفيفه وكتجي محمره. صافي كناخذ المول كنخوي فيه المول، فاش طيبت نيت كنخوي فيه ديك الكريمه. صافي والولاد هكا الكيكه هكاك بوحدها طلعت لهم فروسهم، قلنا نغيروا شويه ونديروا الكريمه. صافي وكنديروا لها هكا، كنحطوا الكيك هكا وكنخليوها تبرد، ومن بعد مني ما تبقى سخونه كنخليها كنديرها في الثلاجه. صافي وكنخليها حتى تنحس بها صافي راه بردات وتقادت، عاد باش كنحيدها. صافي كنضغط عليها هكا، ضغطوا عليها بحال هكا. عندي هنايا غندير داناب، خليت كي كتبرد. هاد الطاسه عندي كتهز نص لتر الحليب، انا غنخدم بيطرو الحليب. دابا عندي هنايا حليب، ديت الحليب هكا يطيب فوق البوطه، ودرت هنا نص لتر الحليب، وغندير 2 فانيات، وغندير طانون. كيجي زوين بزاف هذا الداناب، كيجي كيبغيوه الولاد، كيجي زوين. عندي هنايا 3 المعالق اللي غندير ديال السكر، كيبقى اللي بغى يقلل السكر يقللو. انا درت 3 المعالق ديال السكر، ودرت 2 فانيات، ودرت دانون. اي دانون عندك بغيتي ديريه. صافي وكنخلط هادشي، ندوب داك السكر، كنخلط كلشي. صافي وكنجيب الحليب من بعد ما طاب الحليب، كنخويه هكا غليان، كنخويه على داك الحليب، داك السيطرو اللي طاب نخويه على السيطرو اللي بارد. صافي بهاد الطريقه. وكنجيب هذا مع غادي نديروه في القلايه الهوائيه. جبت هاد المول هذا هو فاش غنديرها. صافي درتو هكا وغنغطيه بهاد الطريقه، غنغطيه هكا مزيان. ها هي درتو في القلايه الهوائيه وغطيتها مزيان، غطيته بحال هكا. وغادي نديرو وغادي نخدمها بحال عاد تسخن عاد شي ثواني ونطفيها. ها هكا خدمتها شويه، حسيت بها دفات، صافي سخنات، صافي وطفيتها. صافي وكنخليها فيه بحال هكا. ومن بعد غتشوفوا كيفاش غيجي. هادي عندي هنايا هادي البلبوله ديال الشعير، عندي دايرها كتفور، كندير بها هكا واحد الطريقه ديال كيبغيوها الولاد، واللي ما تياكلش، اللي عندها الوليدات ما تياكلوش ليها البلبوله ديال الشعير بهذه الطريقه غياكلوها. عندي هنايا هذه البلبوله تبارك الله، البلبوله الغليظه، دايراها هنا فارت مزيان، كندير عليها شويه الزبيب دايره ليه الماء هكا طايب. وعندي الكركاع،
وعندي العسل وعندي القرفة، هذا قرفة، راس معلقة القرفة، وعندي هكا العسل، هكا تجي زوينة. صافي كنخلطها بحال هكا، القرقاع والزبيب والقرفة والعسل كتجي زوينة. وهذيك البلبوله الغليظه كتجي غزاله ملي كتفوريها تبارك الله وكطيب. وعندي هنا اللوز هكا زدتو، وكتجي صحيه وزوينه وبحال اللي ما كيفطروش، هذه كنوجد فيها الفطور. صافي هذا نوب ديالنا من بعد ما وجاد تبارك الله جا زوين وجا عاقد وزوين. ها نتوما كيفاش كيجي تبارك الله، راه كيجي زوين. نحيدوه من القلايه، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي غزال. ها نتوما والمذاق ديالو زوين الصراحه. مره الواحد يدير حويجات بحال هكا ما يبقى كاع ياخذهم من الزنقه. ها نتوما شفتوا كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله، كيجي زوين وكيجي بواحد المذاق زوين وما فيش مواد حافظه، وكتعرفي شنو شي حاجه خادمه في الدار كتعرفي شنو دايره فيها. صافي غندوزو باش نقطع معكم الكيكه، نشوفوها كيفاش جات من الداخل ديالها. شفتوها الكيكه كيفاش جات؟ هانتي اختي طايبه تبارك الله. شوفي اللي كيقولوا لكم تاع الكيكه ما كطيبش في القلايه الهوائيه، جات طايبه وجات خفيفه. هانتوما وجات رطبه وزوينه. شفتوها كيفاش جات؟ مع دابا وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الكيك ديالنا وديال داناب ديالنا. وشكرا الناس اللي كيديروا تعاليق زوينه، ومرحبا بكم كاملين.